الخطيب غاضب من مصطفى محمد ويقرر تجميد المفاوضات معاه لهذا السبب. اتقال ان النادي الاهلي بقياده الخطيب بقاله فتره بيتواصل مع مصطفى محمد وده من اجل التعاقد معاه، ولكن الازمه كانت في الردود اللي تلقاها الاهلي من مصطفى، بحيث ان الاهلي وصف ردود مصطفى محمد على انها لم تكن على قدر التطلعات، سواء من حيث المقابل المادي المطلوب او مده العقد او توقيت الانضمام. كلها امور عكست في راي مسؤولي الاهلي غياب الحماس الحقيقي لدى اللاعب للعوده مجددا الى الاهلي والدفاع عن شعاره، وده بجانب بعض التصرفات اللي صدرت من مصطفى محمد في الفتره الاخيره، من بينها حضور اللاعب لمباراه الزمالك في نهائي كاس مصر ضد بيراميدز، في خطوه اثارت العديد من علامات الاستفهام، خاصه انها جت في توقيت حساس. ده غير ان في تصرفات اخرى من مصطفى محمد لم تلقى قبولا من اداره النادي الاهلي، مما دفع الخطيب الى اصدار تعليماته بتجميد الملف تماما وسحب اسم اللاعب من اي نقاشات مستقبليه متعلقه بالتدعيم الهجومي، وقال ان الاهلي مش بيتفاوض مع لاعب مش بيبين رغبه قويه وولاء حقيقي للعوده وارتداء قميص الاهلي. ففي وجهه نظرك يا معلم، هل انت مع قرار الخطيب ولا لا؟ انا عن نفسي معاه جدا، ولكن مش مهم رايي انا، مهم رايك انت، سيبهولي في التعليقات.